السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ طبعا أنا من زمان حاب أحكي بهذا الموضوع لأنه بالفترة الأخيرة صرنا نشوف بعض الشباب مع الأسف لابسين ذهب، وإذا سألتهم عن الموضوع البعض بيدعي إنه ما عنده فكرة عن تحريم الذهب للرجل، والبعض فعلا ما بيعرف. طبعا الله عز وجل ما حرم علينا شيء إلا وكان في أضرار على صحتنا، وكمان في من وراه حكمة. لهيك خلينا نتعرف مع بعض اليوم على الأمراض اللي بتصيب الرجل إذا لبس ذهب، وليش هاي الأمراض ما بتصيب النساء كمان، وشو الحكمة من تحريم الذهب على الرجل. أثبتت الدراسات بأنه الذهب له تأثير كبير على الكريات الحمر بالدم، ولأنه الذهب يعتبر من أثقل المعادن من حيث التركيب الكيميائي فهو يصدر أشعة. هاي الأشعة بتتسبب بتغييرات في الهرمونات الجنسية وزيادة الخوف والتعرض لمرض الزهايمر وحدوث فقدان في الذاكرة، بالإضافة للذرات اللي بتتسلل عن طريق الجلد مما يسبب أمراض جلدية عديدة. طبعا المرأة ما بيصلها شيء من الأشعة الموجودة بالذهب، ولا يمكن لذرات الذهب اختراق جسم المرأة بقدرة الخالق المبدع سبحانه وتعالى. في طبقة تحت الجلد تدعى الطبقة الشحمية، هي المسؤولة عن حماية جسم المرأة من هي الأشعة، وهي الطبقة غير موجودة عند الرجال. طبعا وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الذهب على الرجال أكثر من حديث. عن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. وروى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ والحكمة من تحريم الذهب هو لعدم تشبه الرجال بالنساء، لأنه الذهب لتزيين المرأة، ولا يجوز للرجل بالتزين بما تتزين به المرأة، وأيضا لمخالفة الكفار، لأنه البعض منهم بيلبسوا خواتم ذهب معتقدين بأنه الذهب يربط بينهم وبين زوجاتهم. أعزائي، هذا كان موضوعنا لليوم، أتمنى يكون أعجبكم، وبالختام ندعو الله وإياكم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ودمتم في رعاية الله.